السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو بتاع امبارح. النهارده بقى معاكم النهارده يوم كده خفيف، روتين حلو. هو روتين نص في البيت ونص بره. اول حاجه كده قمنا من النوم، كانت ماما ربنا يديها الصحه جايبه لنا فول وطعميه، وقدرنا نعمل كده بقى فطار شعبي معاكم كده. جيت قطعت الطماطمايه وحطيت عليها جبنه. الجبنه دي بتبقى يا جماعه بتبقى حادقه، فبنحط عليها طماطمايه وشويه زيت وانتوا شايفين كده. نقعد بقى نقلب كده فيها عشان نخليها ايه، جبنة يعني تفك. حطي فيها شوية زيت هتلاقيها فكت على طول معاكي. زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. طبعا مش هقولك اول حاجة اقولها لك طبعا تديش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك واشتراكك في القناة، عشان هنكون اكبر عيلة ان شاء الله على اليوتيوب. نكون يعني اخواتي ان شاء الله. هنا بقى كنت ماما كانت جايبة بتنجان، حطيته بقى في طبق كده زي ما انتوا شايفين، وبس كده. هنا بقى ايه، قلنا بقى نولع النار. نولع النار ايه، معلش يا جماعة، هنحط اللانشون. ان ماما كانت برضه كانت جايبالنا لانشون، وكانت جايبالنا جبنة بيضة اللي هي عدمة، يعني اللي هي الشركات دي، جبنة الشركات. وانا بقى كنت بغلي لبن عشان كنا نشرب شاي بلبن بعد الفطار. هنا بقى هنعمل الفول يا جماعة. طريقة الفول دي جامدة جدا. اول حاجة هنحط معلقة زيت او معلقتين، يعني كده حاسة. انا بصراحة يا جماعة مش بحط بالمعلقة، انا بحط كده بالويم. نحط بقى ايه، نص معلقة، ربع معلقة توم. ماشي يا جماعة. وهنشوحها زي ما انتوا شايفين كده معانا في الفيديو. وهنشوحها ونحط عليها شوية ايه، كزبرة. حتى نقلتها على العين التانية عشان خاطر ايه، كانت العين واطية يعني وكده. فنقلب كده نحط تقريبا ايه، كزبرة، مش فاكرة. هنشوف هنحط ايه عشان اقول حطيت كزبرة اهو، يعني كويس. انا فاكرة اهو يا جماعة، متقلقوش. على فكرة كومنتات كل اللي بتبقى لي في التلاقيات دي بجد والله العظيم يا جماعة بتفرحني جدا جدا. والله اكتبوا لي كومنتات جدا عشان انا بفرح بالكومنتات دي، وبقول ايه ده، انا حد بعت لي كومنت، بفضل والله العظيم ببقى نفسي يعني اخش كلمة على الخاص واشكرها. بجد والله العظيم ربنا يخليكوا ليا يا حبايب قلبي. هنا بقى كنت حطيت كيس فول ماما كانت جايبها من المطعم. بس يا جماعه بقى طريقه الفول دي، بس هي كانت ناقصه حاجه واحده. انا المفروض ان انا كنت بعملها في رمضان الطريقه دي. زي ما انتم شايفين حطيت الثوم وشوحته كده وطلع ريحته، وتحط عليها الفول. بجيب بقى بعمل بره يا جماعه، بجيب شويه طحينه. انا بقى استنى احكي لكم. حطيت هنا بقى ايه، ملح وكزبره وكمون. هنرجع تاني لموضوعنا. كنت بحط طحينة، واحط نص ليمونة وشوية خل وملح وكزبرة وكمون، واقلبهم واعملهم زي الطحينة العادية، بس طحينة من غير توم. وكنت بحط حبة هنا في الطاسة، وحبة من فوق. يا جماعة طعمها تحفة. هنا بقى كنا شكل النهاية في الفطار، وحطينا عيش وحطينا فينو وحطينا هنا بقى ايه. يا رب يا رب يا رب يا رب يرزق كل مشتاق. كنت رايحة بنت خالتي يعني ما شاء الله جابت ولد، فكنت رايحة بارك لها في المستشفى. فكنت بصور لكم وانا رايحة في الطريق. انا فطرنا وايه، رحت قلت اروح المستشفى اشوفها واسال عليها. يا رب يا رب يرزق كل مشتاق، وربنا يعني يتربى في عزها كده وتشوف احلى حاجه في الدنيا. طبعا رجعت من المستشفى، كانت ماما متبله اجنحه. يا جماعه اقول لكم طريقتها. دي ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا وليمونه ونص معلقه توم. نعملهم على بعض، وتروحي ايه مدلكه بيهم الاجنحه دي. طبعا كنا غسلنا غسله حلوه قوي، وكنا شايلين اللي هي اللي اسمه ايه، الضافر ده، عشان ده يا جماعه بيعمل زفاره، ما تحطوش في اي حاجه. هنا بقى ايه، طبعا انتوا كنتوا عارفين احنا يوم الجمعه عاملين محشي، فيوم السبت احنا قضيناها اي حاجه بصراحه يعني. كنا تعبانين وكده. فجيت لحد بقى ايه، كان عندي يعني ورقه متبقى وكده، وكان عندي خلطه محشي. رحت ايه لفيت دي محله المحشي دي هنا بقى، عشان انا كان شوربه البط اللي انا كنت عاملاها معاكم يوم الجمعه كانت خلصت مني. فهنا بقى عملت الشوربه الكدابه. اللي مش عارف طريقه الشوربه الكدابه هقولها لكم. ميه، نص مكعب مرقه، شويه مرقه سكر، معلقه سمنه، ورق لورا وحبهان وقرفه. بس كده. انا بقى هنا كنت حطيت شويه بابريكا عشان خاطر المحشي ما يبقاش ابيض.
انا كنت بحط صلصه بتاعت المحشي، بس صلصه المحشي كانت بصراحه يعني خلصانه مني. هنا بقى نسقي المحشي زي ما انتم شايفين كده معانا في الفيديو. بس كده. انا طبعا كنت، بصي يا جماعه تركه كمان في المحشي عشان خاطر المحشي يغلي معاكي بسرعه، تحطيه على النار وانتي بتسخني الشوربه. هنا بقى ايه، معانا مثلا ربع كوبايه نشا، ربع كوبايه دقيق، تقلبهم في بعض. او دي اقل من ربع كوبايه دقيق، بس انا برضو بعد ما قفلت معاكم يعني ما قفلت التصوير حطيت تاني دقيق. هنقلب كده النشا بالدقيق بالاجنحه. وانا بقى ايه، نشوف بقى المحشي، او المحشي كان بيغلي. طلع يا جماعه حراق بطريقه رهيبه، بس كان جامد والله، كان جامد. هنا بقى ماما طبعا زي ما قلت لكم، ماما كانت منشفه ملوخيه، فبطحنها في المطحنه بدل ما اقعد اكرمها. يعني دي اسرع في الوقت برضو. اوريكم ماما بتعمل ازاي الملوخيه الناشفه. هنا بقى كنت شكلت الملوخيه، وهنا كنت موطيه على المحشي، وكنت هنا بقى طش الملوخيه زي ما انتم شايفين كده معانا في الفيديو. ماشي. هنعمل بقى حته توم كده زي ما انتم شايفين، حته تومه كده. بس بصراحه النهارده المره دي يعني مش عارفه ايه اللي حصل لي، بس التومه دي اتحرقت ازاي. عبال ما صورت وعملت لكم كنت عماله اصلا اعمل ببرود، فيعني الحمد لله. بس والله طلعت طعمها حلو. بس انا اصلا زي ما انتم بتشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بعملها مش بحب احمر البصل التومه كده. هنا بقى كنت حطيت زيت في حاجه غويطه، وتسيبي يا جماعه الزيت يقدح جامد 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 جامد، تروحي حاطه فيها الاجنحه، يعني سنه، تروحي موطيه عليها زي ما انتم شايفين كده معانا في الفيديو. يعني بص هو بس الطاسه دي اصلا دي كازرولة، فانا عملت فيها يعني. فهي بصي هتبدا تتحمر وتطلع الدم. هنا بقى كنت عامله مخلل، طبعا انتوا عارفين طريقتكم مش هقول لكم عليه. واللي مش عايز يعرف طريقه المخلل يرجع لاول فيديو ليا على القناه، قال لي انا عاملاه. هنا بقى يا جماعه، ياه، طبقين بقى عشان نشوف هنعمل ايه دلوقتي. شوفوا هنعمل هنا جريمه. هنا ساسقط قليلا على جمال وحلاوة المحشي كده وهو بيتغرف في السخونية. انا بعشق يا جماعة ما بغرف كده المحشي. انتوا عارفين لما اكون اخواتي عندنا بعمل ايه؟ بجيب صينية كبيرة واغرف كل الاكل، واغرفه بقى يعني، واخد الحلة معايا وانا قاعدة على الطبلية وراح دلقة بقى. انا بقى كنت حمرت الجناحين ايه وحطينا ناكل. ماما كانت جعانة يعني، ماما يا جماعة دول ماما ربنا يشفيها، ان هي عندها، بس لسه كانت هتقع مني، ان هي عندها دور برد وحش جدا جدا. ادعوا لها بالشفاء ان شاء الله، وربنا يشفي كل مريض. ما شايفين كده بصوا، طلعت بالاربع جناحات. ده اصلا بعد كنت باكل وكنت بطلعهم. هنا بقى الشكل النهائي للاكل. واقول لكم مع السلامه مع السلامه مع السلامه. توحشوني جدا.